السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم بفيديو جديد وبوصفة جديدة وإن شاء الله هتعجبكم. هعمل النهاردة معاكم حلى الحليب بعيدا خالص عن المهلبية وعن الحلويات اللي احنا متعودين عليها. الأول هنحتاج 5 كوبايات حليب، ما يعادل بلتر حليب أو كيلو حليب. هنحتاج نص كوباية زائد معلقة كبيرة زبدة ما يعادل ب125 جرام زبدة، وهنحتاج كوب سكر ما يعادل ب200 جرام سكر، وهنحتاج كوباية دقيق ما يعادل ب125 جرام دقيق. الأول هنجيب الحليب، هنحط عليه كمية السكر وهننزل عليهم بنص معلقة من الفانيليا، وهقلبهم زي ما انتوا شايفين كده، وهرفعهم على النار بس تكون نار هادية، مش عايزاهم يغلوا خالص، انا عايزاهم بس يدفوا معايا يبقى اللبن دافي. بعد كده هجيب وok او حلة، هحط فيها كمية الزبدة اللي عندي، واول ما تسيح زي ما انتوا شايفين كده هنزل عليها بكمية الدقيق. انا هنا حاطة كمية الدقيق قد كمية الزبدة. بعد كده هحطهم على النار وهفضل اقلب فيهم على نار هادية برضو، مش هعلي النار خالص عشان الدقيق ما يتلسعش معايا. انا عايزاه يتمازجوا مع بعض كده لغاية ما يتحولوا للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تفضلوا تقلبوا فيه باستمرار، ما تسيبوش على النار. انا هقلب فيه لغاية ما يوصل للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه دوت. واول ما يوصل معايا القوام دوت هنزل على طول بالحليب الساخن، يكون دافي ما يكونش مغلي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بنص الكمية، واول ما يتمزجوا مع بعض هنزل بالكمية التانية، وهفضل اقلب فيهم لغاية ما الخليط يتجانس مع بعض ويبقى خليط كريمي زي ما انتوا شايفين كده. واول ما يوصل معايا بالقوام ده يبقى كده جاهز معايا، بس على قد ما تقدروا افضلوا قلبوا فيه عشان ما يكونش فيه اي كتل. انا قلبته بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، بقيت بضرب بالمضرب اليدوي. وبعد كده جبت صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، جبت صينية الطرت ديت. ممكن تستخدموا صينية ألمونيوم عادي، او ممكن تجيبوا القوالب الحرارية اللي بتتحط في الفرن. انا حطيت الكمية اللي عندي ومشيت عليها كده بعود الخلة زي ما انتوا شايفين كده، اطلع الفراغات اللي جوه، وخبطتها خبطتين كده عشان خاطر تتساوى معايا. بعد كده دخلتها الفرن تحت الشواية، على مفروض تغطوا النار شوية لان هي اتلسعت مني، بس انا شلت الوش اللي فوق مقصرتش معايا خالص، كانت طعمها جميل. بس انتوا المفروض تقفوا جنبها يا اما تهدوا النار عليها شوية، بس مفيش حاجة هتزعلنا وكملنا الوصفة عادي جدا. وبعد كده زينتها بالكانتالوب، حطيت نصها كانتالوب كده، داريت خالص الحتة اللي باظت مني ديت، بس كانت طعمها تحفة بعيدا عن اللي هي الوش بتاعها اتلسع. بس انا ما اثرتش معايا خالص في الوصفة، يعني لو اتلسعت منكم برضو خلي بالكم يعني، بس لو اتلسعت منكم شيلوا الطبقة اللي فوق ديت، مش هتأثر معاكم خالص في الوصفة. وزينت النص التاني كده بالمكسرات، حطيت فول سوداني وجوز هند وزبيب. بجد كانت معايا تحفة بعيدا خالص عن المهلبية وعن الحلويات اللي احنا عارفينها. ممكن تزينوا الوش بأي حاجة تانية، مش لازم كانتالوب أو مكسرات، ممكن تاكلوها من غير أي حاجة خالص. ممكن تعملوا صوص كراميل تحطوه على الوش كده، بس ساعتها لازم تقللوا كمية السكر في الوصفة، بدل كوباية سكر هتحطوا نص كوباية سكر. وهنا هقول لكم بقى رأيي اللي كان عندي في البيت، كانت عاجباهم جدا بجد. كل واللي رأيك بقى. تحفة. وبس ده كان رأيهم، بجد كانت عاجباهم جدا. جربوا الوصفة ديت وقولوا لي ايه رأيكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.